لقاء ودي داز اليوم بين المنتخب الوطني ومنتخب مدغشقر، كان تفوق فيه المنتخب المغربي برباعية نظيفة ل0. حنا المهم عندنا هو نهضروا على كيفاش نشوفوا المنتخب تاعنا، كيفاش تيبان لينا غادي نكونوا في كأس العالم، من بعد هاد المقابلة الودية والمقابلة الودية اللي غادي تحكم على المنتخب اللي غادي تكون نهار الأحد إن شاء الله ضد النرويج. اليوم اللي شفنا في المقابلة المنتخب، شفنا واحد الصرامة بعدا، شفنا واحد الصرامة بعدا اللي كانت قوية، خاصةً في استرجاع الكرة وفي الضغط العالي. اليوم المنتخب دخل نقولوا التشكيلة الثانية، ما غاديش نقولوا التشكيلة الأولى لأنه كانوا تيغيبوا بزاف د العناصر في الشوط الأول، ولكن استطاع المدرب أنه يفرض واحد الانضباط على المجموعة باش كلشي يخدم، كلشي يجري، كلشي يخدم وكلشي يضغط، وهذا دليل على أننا كنا نسترجعوا الكرة في أسرع وقت ممكن. والشوط الأول اللي انتهى بنتيجة هدفين ل0. الشوط الأول شفنا خطة اللي اعتمدت على مهاجم وهمي اللي هو السيباري واللي استطاع أنه يسجل هدفين. هذا يعني أنه وهبي عنده واحد التنوع خططي، ما عندوش خطة وحدة تيآمن بها، فهو ان تاكتيسيان اللي عنده واحد التنوع في الخطط تاعو، يقدر يقلب ليك الخطة في وسط المقابلة، وهذه واحد الحاجة اللي تيختلف فيها على وليد الركراكي. اتونسيون ماشي تنهاجمو الركراكي عنده لي كونفيكسيون عنده لا الفلسفة تاعته اللي هي الخطة تاع 4-1-4-1 واللي تيآمن بها، واللي تيدفع دائمًا مآمن بنفس الخطة وتقريبًا مآمن بنفس اللاعبين. وبيت تنشوفوا أن عنده واحد العقلية مختلفة تمامًا، عقلية اللي أكثر professional، أكثر صرامة لا مع اللاعبين لا مع الstaff تاعو. شفناه اليوم كيفاش انتهج الأسلوب ديالو تاع الضغط العالي، وكيفاش كان تيسترجع الكرة. صحيح أنه منتخب مدغشقر منتخب ضعيف بالمقارنة مع المغرب، ولكن كنا تنشوفوا أفكار اللي كان تيعتمد على تيقلب بزاف في لا لارجور اللي فيها الزلزولي وميموني، اللي بالمناسبة حتى هو لاعب اللي ماشي خايب، لاعب جيد سريع عنده اختراقات، عنده هادوك لي شونجمون د ريتم في لي دريبل وتيدخل تيقلب يدخل ويعطي دي سونطر مزيانين. الزلزولي من طبيعة الحال تنعرفوه. اليوم كذلك اعتمد على الحارس تاع التجربة، وهنا تنشوفو كي قلنا في واحد الفيديو سابق شحال هادي، كنا تنقولوا راه ملي غادي يسالي بونو ويسالي المحمدي فراه ما غاديش نلقاو حارس بالمستوى تاعهم. فصحيح أن المحمدي اليوم ما جاوش فرص كتيرة، ولكن الفرصة اللي كانت في آخر الماتش باش يسجلوا هدف كان في الموعد. دونك هذه النقطة تاع وهبي حاول أنه يختار لاعبين اللي تيمزجوا بين التجربة وبين الطراوة البدنية وبين لا تكنيك وبين واحد المستوى تكتيكي كبير. اليوم غادي نعاودو نهضروا على واحد اللاعب اللي تهاجم بزاف، ولكن اليوم بين بأنه un joueur pilier de l'équipe nationale اللي هو مرابط. نور الدين مرابط اليوم قام، ما عرفتش أنا واش مرابط تيتسنى حتى تجي كأس العالم عاد تيحاول يكون في المستوى، لأنه مرابط اليوم تنظن ما يمكنش ما يكونش titulaire في كأس العالم، لأنه شفناه اليوم كان تيجي يستلم بين قلبي الدفاع في الشوط الأول، كان كذلك تيسترجع الكرة في النصف الثاني د الملعب. مرابط اليوم كان في واحد النيفو عالي. غادي نهضروا كذلك على اللاعب اللي جا من الليل، أيوب بوعزي. فوجهة النظر تاعي أنا وجهة النظر تاع بزاف د الإخوان اللي تفرجنا كاملين، فهو كان مكايس على راسو وحاول أنه يلعب سامبل، ما يديرش فور باش ما يتبليساش، ما عرفتش ولكن من الأحسن أنه خرج، دخل مرابط كان جيد، دخل كذلك مرابط، دخل أناحي، وهنا أناحي ديما تيبين لك بلا واحد اللعاب اللي كبير ومهم لمنظومة المنتخب الوطني. شفنا في الشوط الثاني بدل تقريبا مجموعة تاع اللاعبين، دخّل شادي رياض اللي تيستأنس تيرد النيفو تاعو اللي غادي نحتاجوه، خاصةً أن نايفا قرد باقي بليسي. دخّل سعدان حتى هو في الآخر بلا اللي لاعب تيبقى واخا في الدوري السعودي، ولكن يقدر وبمراهن على التجربة اللي عنده. دخّل كذلك شفنا مزراوي ما يمكنش نهضروا عليه، مزراوي كي تنقولوا بوماده صفرا تاع المنتخب، تحطّو في اليمين تحطّو في اليسار دائمًا غادي تلقاه موجود. شفنا واحد التنوع، دخل رحيمي، دخل الكعبي، ولكن المنظومة ما تقاستش. إلا شتي
ليكيب اللي لعبات البروميير ميطون وليكيب اللي لعبات الدوزيام ميطون، فديما النهج بقى هو لاغريسيفيتي في الضغط، كانت الشراسة في الضغط على الخصم، كانت استرجاع الكرة رابيد، ديما بقى رابيد. شفنا الدخول تاع ياسر جاسم اللي كان تا هو شي شوية تكنيكمون اللي تيبان لاعب مزيان ويقدر يابورتي شي حاجة في لا كوب دو موند. شفنا مجموعة تاع اللاعبين اللي اليوم الحمد لله المغرب ولات عنده كي تنقولوا واحد التشكيلة لاعبة مزيانة، وتشكيلة في الرومبلاسون اللي مزيانة، واللي دخل تيقضي الغرض، واللي دخل ما تيبانش هداك الاختلاف بيناتهم. صحيح أن لعاب بحال مرابط اللي لعاب كبير واللي 100% غادي تحتاجو في ماتش ضد منتخب بحال البرازيل، لأنه قوي بدنيًا وقوي في استرجاع الكرة. صحيح اليوم ما شفناش نائل العناوي، ما شفناش بونو، كي قلنا كرد باقي بليسي، دونك الطالبي شمس الدين الطالبي تا هو باقي بليسي. دونك هذا هو المنتخب اللي كي تنقولوا تنتسناو منه شي حاجة في كأس العالم. النقطة اللي دارت الانتباه تاعي وبغيت نهضر فيها اليوم هي تنوع الخطط اللي عند المدرب المغرب محمد وهبي. في الحقيقة تيبان ان كرون تاكتيسيان، علاش انه مدرب اللي تيقدر تبدل هاد الكم تاع اللاعبين كامل، وتبقى الخطة هي ويبقى النهج هو وتبقى لاغريسيفيتي هي وتبقى الروح هي. كي قلنا في الفيديو السابق كنا قرينا على أنه تيوصل 3 الحصص في النهار، وهذا دليل على أنه يراهن على الجانب البدني والجانب التكتيكي. إذًا محمد وهبي اليوم تيثبت بأنه عنده واحد الرؤية، وعطى فرصة لمجموعة تاع اللاعبين باش ياخذ القرار النهائي تاعو اللي هو غادي يخليه يمشي لكأس العالم ما ظلم حتى واحد. بزاف د الإخوان قريت بأنه عمران اللوزة ما استدعاش، بلا غلط، بلا ظلمو، عثمان معما. الإخوان راه ما يمكنش. خصنا نستوعبوا اليوم كمغاربة بلي راه عندنا واحد الكمية تاع اللاعبين اللي كتيرة، اللي نقدروا نجمعوا 3 المنتخبات. إلا بغينا نجمعوا غير المحترفين نقدروا نجمعوا واحد 3 المنتخبات، ولكن ما يمكنش تخلي لاعب اللي تيلعب في لا ليغا مثلًا، تيلعب ديما Premier Division تمشي تجيب لاعب تيلعب في الPremiership. هذه وجهة النظر تاعي أنا، أنه فاش غتمشي تلعب ضد البرازيل مثلًا ولا ضد النرويج نهار الأحد، راه ما غاديش تلقى لاعبين تينشطوا في الدوري الثاني، راه كلهم تينشطوا في فراقي كبار، وتينشطوا وتيلعبوا Champions League، وتيلعبوا يعني اللاعبين عندهم واحد الvolume de jeu اللي كبير بزاف. وهذا الشيء هو اللي خلى وهبي أنه يعتمد على لاعبين اللي عندهم تجربة، عندهم واحد الvolume de jeu عالي، وعندهم استمرارية مع الفرق تاعهم. كي تتشوفوا مثلًا أوناحي، علاش بعض الخطرات تيخرّجوا لا مع الركراكي لا مع وهبي، علاش تيخرج ديما؟ لأنه ما كاينش واحد الجاهزية بدنية على مستوى عالي، إنه مثلًا في الفرق فين تيلعب ما كاينش واحد الفرق، ما كاينش مثلًا تيلعب ماتش الحد وماتش الخميس مثلًا في الدوري الأوروبي ولا الشامبيونز ليغ ولا كأس المؤتمر الأوروبي، ما عندوش هذاك الvolume de jeu اللي عالي اللي يخليه يبقى يenchaîner يومين، عكس مثلًا الزلزولي، عكس مرابط كي تنهضروا اللي سميتو اللي باستثناء الحارس المحمدي اللي ما لعبش هاد المدة هادي، ولكن تتبقى العامل تاع التجربة، إنه خاض كأس العالم ومدة من 2018 هو كاين مع المنتخب يعني تالت كأس العالم هادي يلعب، لا هو لا بونو. يعني الراجل المدرب المنتخب حاول أنه يدي مجموعة اللي تتمزج بين التجربة وبين الفنيات العالية وبين المستوى البدني، إنه ما يمكنش تفرج في المقابلات اليوم وما تقولش بلي وهبي راهن على الجاهزية البدنية. إذا المقابلة كانت في المستوى رغم أن الخصم ضعيف، ولكن شفنا الأفكار تاع المدرب اللي تتنوع، متنوع، اللي يقدر يلعب لك بخطة تاع مهاجم وهمي، يقدر يلعب لك بخطة تاع الكعبي، يقدر يلعب لك بالكعبي ورحيمي، يقدر يعني عنده واحد التنوع وعنده واحد لا كاليتي أنه يقدر يقلب الخطة في الماتش مرة ولا جوج. دونك الإخوان نتسناو المقابلة تاع الأحد ضد النرويج، ونتمناو البروفا النهائية قبل كأس العالم دوز على أحسن وجه، وناخذوا منها الدرس اللي غادي يخلينا نمشيو مزيان في كأس العالم. نتوما الإخوان قولوا لي اش بان لكم في الكومونتير، قول لي كي جاكم الأداء تاع المنتخب، قول لي كي جاكم الشوط الأول بالخطة تاع المهاجم الوهمي، كي جاكم الشوط الثاني بالخطة تاع المهاجم التقليدي اللي هو الكعبي، كي جاكم المستوى تاع اللاعبين خاصة بوعدتي. كي قلت أنا اللي بان لي أنا وبعض الأصدقاء بان لينا بحال مكايس ما تيقلب ما يتبليساش. دونك هذا هو الفيديو تاع اليوم، تهلاو في راسكم ونتشوفوا في فيديو آخر. ما تنساوش الفيديو الآخر اللي حطينا تاع الفضيحة تاع المنتخب الU17 راه كاين في القناة، دخلوا شوفوه.
أمسية سعيدة.